مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. الرئيس أفورقي يلتقي رئيس سيراليون. الإريتريون في بلجيكا يحتفلون بعيد الاستقلال. حجاج بيت الله الحرام من إريتريا يتوجهون إلى الأراضي المقدسة. كوريا الجنوبية ستعلق بالكامل الاتفاق العسكري مع الشمال. الخارجية الروسية تفرض عقوبات على شخصيات بريطانية. إضراب النقابات يشل شبكة الكهرباء ويعطل شركات الطيران في نيجيريا. السلام عليكم ورحمة الله. التقى الرئيس أفورقي مساء اليوم في سيول بكوريا الجنوبية رئيس سيراليون جوليوس مادا بايو. وقال رئيس سيراليون إن بلاده لديها الرغبة لاكتساب الخبرة من التطور الذي تحرزه إريتريا في تخزين المياه والأنشطة التنموية المروية المصاحبة له، استنادا على المعلومات التي وجدها من رئيس بنك التنمية الإفريقي الدكتور أكيناومي أديسينا في هذا المجال. وأوضح أن النجاح الذي حققته إريتريا في مجال تخزين المياه يعتبر مثالا يحتذى به في إفريقيا، مؤكدا بأن سيراليون ستقوم بالتعاون الوثيق مع إريتريا في مجال الزراعة بصفة خاصة. وأكد الرئيس أفورقي على الاستعداد من جانب إريتريا لمشاركة الدول الإفريقية الخبرة التي اكتسبتها في هذا المجال. كما التقى الرئيس أفورقي مساء اليوم في مدينة إلسان الكورية الجنوبية رئيس بنك التنمية الإفريقي الدكتور أكيناومي أديسينا. تناول اللقاء التعاون الذي يمكن القيام به في مجالات تنمية المياه والزراعة والطاقة. والتقى الرئيس أفورقي قبل الظهر وزير خارجية الجزائر السيد أحمد عطاف، وبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وذكر الرئيس أفورقي في اللقاء تشابه التجارب الإريترية الجزائرية في النضال والاستقلال، موضحا أهمية وجود آلية للتعاون في جميع المجالات. وقدم الوزير أحمد عطاف تحيات ودعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، موضحا بأنه قد حان الأوان لتمتين العلاقات الإريترية الجزائرية وإيصالها إلى المستوى المرغوب. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وسفير إريتريا في اليابان السيد ستيفانوس أفورقي. ويزور الرئيس أفورقي كوريا الجنوبية من الأول من يونيو للمشاركة في اجتماع قمة كوريا الجنوبية إفريقيا. اختتم في 31 من مايو المهرجان السنوي لطلاب كلية الزراعة في حمل ماله. وأوضح عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ رأيه في مناسبة الاختتام التي حضرها حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى إن الجهود تبذل إلى جانب التعليم الأكاديمي لبناء الطلاب بالوعي والانضباط، وإن المهرجان جزء من ذلك. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية السيد أبيل يوهنس إن المهرجان تخلل المناشط الرياضية والثقافية والتعليمية ومعرض الأبحاث والابتكار. وأشاد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بالمنظمين داعيا لتحويل الأنشطة إلى تجارب عملية لدورها في القطاع الزراعي. وتستقبل كلية الزراعة في حمل ماله حوالي 600 طالب سنويا، وتقدم الدراسة في 7 مجالات زراعية. احتفل الإريتريون في بلجيكا ولوكسمبورغ وكولن الألمانية بالذكرى 33 للاستقلال. وفي الحفل الذي أقيم في بروكسل في الأول من يونيو، ذكر سكرتير الجالية الإريترية في بلجيكا سيد جرماي جبرهوت الانتصارات التي حققها الشعب الإريتري، متصديا لجميع العدائيات، مؤكدا على مواصلة الجالية الإريترية في بلجيكا تعزيز وحدتها ونضالها. وقال مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية سيد ميكائيل تسفاي إن استقلال إريتريا هدية من الشهداء الذين دفعوا ثمنا باهظا، وإن تنفيذ أمانتهم مسؤولية كافة المواطنين. وقدم سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البينولوكس السيد نغاسي كاسا توضيحا حول نضال شعب إريتريا من أجل الاستقلال لأكثر من 80 عاما، والتضحيات التي قدمها وانطلاقه إلى مرحلة تنمية مبشرة بإفشاله للعدائيات. حضر الاحتفال مواطنون بلجيكيون معروفون باسم طواف إريتريا ومواطنو
الدول الأخرى. ونظمت الاحتفالات في الأول من يونيو في لوفن وفي 25 من مايو في لوكسمبورغ. في غضون ذلك نظم حفل في مدينة كولن الألمانية بحضور حوالي 1000 مواطن وضيف في الأول من يونيو، وخاطبه القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس ولدو، وذلك متابعة لجولة ليرفرف عالمي المنظم يوم 20 من مايو بمشاركة عشرات السيارات. وقد ألقى السيد جون ولدو رسالة بهذه المناسبة، وتخلل الحفل فعاليات ثقافية وفنية. بدأ حجاج بيت الله الحرام من إريتريا بالتوافد على الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية في دفعات لأداء مناسك الحج لعام 1445 هجرية. وقد بدأ سفر الحجاج الإريتريون من جميع أقاليم البلاد على دفعات لأداء فريضة الحج منذ 29 من مايو بعد استيفائهم للشروط اللازمة وإكمالهم الإجراءات الرسمية. ويبلغ عدد حجاج إريتريا الذين سيتوجهون إلى المملكة العربية السعودية هذا العام في 5 دفعات على متن طيران تاركو 610 حاجا وحاجة. وكان الحجاج الإريتريون قد انقطعوا عن الذهاب لأداء فريضة الحج منذ العام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتبعت لمكافحتها. وعبر الحجاج لوكالة الأنباء الإريترية عن سعادتهم للفرصة التي وجدوها للتوجه إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج بعد انقطاع دام ل4 أعوام. سجلت خدمات التعليم المقدمة للأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم في العمر النظامي ضمن برنامج عريوت سجلت تطورا ملحوظا في مديرية حقات. وأوضح مسؤول تعليم الكبار الأستاذ جرس جهير برهاني أن برنامج محو الأمية يشمل برنامج عريوت والتعليم المسائي. وذكر بأن 693 طالبا يشاركون هذا العام في برنامج تعليم الكبار في 33 فصلا دراسيا في 16 نقطة تعليمية في ضواحي أونجله وعد فاكهي وعد عمر وعد أري والضاحية الأولى في حقات. وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأطفال الذين تغلبوا على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم تجمع القرى قد توجهوا إلى ساوة لمتابعة تعليمهم في الصف الثاني عشر هذا العام، داعيا أولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المدرسة وتشجيعهم. هذا وتم تسجيل 101 طالب في التعليم المسائي هذا العام. يقوم سكان 10 ضواحي في مديرية منصورة بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وأوضح خبير حماية التربة والمياه المهندس مرهاوي تخلاب مشاركة 512 شخصا يوميا في النفير الذي يشمل بناء المدرجات الحوضية في الأراضي الزراعية والمراعي. وأكد المشاركون على الاستعداد لتنفيذ المهام المماثلة لأهميتها. من ناحية ثانية قام سكان ماكوتي في مديرية علي القاش ببناء سور لسوق الماشية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي أن سيول ستعلق بالكامل اتفاقا عسكريا أبرمته في عام 2018 لخفض التوتر مع بيونغ يانغ المسلحة نوويا، وذلك بعدما أرسلت الأخيرة مئات المناطيد المليئة بالنفايات عبر الحدود. وكان سيول علقت الاتفاق جزئيا العام الماضي بعدما وضعت كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس في المدار. غير أن مجلس الأمن القومي قال إنه سيطلب من الحكومة تعليق التنفيذ الكامل لاتفاقية 18 من سبتمبر العسكرية حتى تتم استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين. واعتبرت كوريا الجنوبية أن تصرف كوريا الشمالية يتعارض مع اتفاقية الهدنة التي وضعت حدا للأعمال العدائية بين الكوريتين في عام 1953، وإن لم يتم العثور على أي مواد خطيرة ضد المناطيد أو في المناطيد.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها فرضت عقوبات على عدد من السياسيين والصحفيين والخبراء البريطانيين بسبب نشاطاتهم المناهضة لروسيا. وجاء في البيان ردا على التصرفات العدائية للجانب البريطاني تم اتخاذ قرار بإدراج بعض ممثلي المؤسسة السياسية والسلك الصحفي ومجتمع الخبراء البريطانيين على قائمة العقوبات الروسية. وأشارت الوزارة الروسية إلى أن الجهود التي يبذلها بعض البريطانيين لتشويه سمعة روسيا وعزلها دوليا سيتم التصدي لها بشكل حاسم من جانب موسكو. وفي مارس عام 2023 أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إدراجها 23 مواطنا بريطانيا من القوات المسلحة والقضاء ونظام السجون في بريطانيا في قائمة الممنوعين الخاصة بالعقوبات. أغلقت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا شبكة الكهرباء الوطنية وعطلت الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت إضرابا لأجل غير مسمى احتجاجا على فشل الحكومة في الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور. وهذا هو الإضراب الرابع الذي ينظمه مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، وهما من أكبر الاتحادات النقابية في البلاد منذ تولي الرئيس بولا تينوبو منصبه العام الماضي. وقالت شركة النقل النيجيرية إن أعضاء النقابة أبعدوا المشغلين عن غرف التحكم في الطاقة وأغلقوا ما لا يقل عن 6 محطات فرعية، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الشبكة الوطنية. وقالت شركة الطيران النيجيرية إيبوم إير إنها ستعلق رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب الإضراب، بينما قالت شركة أخرى إن المطارات في جميع أنحاء البلاد أغلقت وإن العمال المضربين لم يسمحوا لأي من رحلاتها بالعمل. قال مسؤولون إن سريلانكا أغلقت المدارس بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء كثيرة من البلاد، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وفقدان 6 آخرين. وأعلنت وزارة التعليم أن إعادة فتح المدارس ستعتمد على كيفية تحسن الطقس. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث دمار في أجزاء كثيرة من البلاد، ما أدى إلى غمر المنازل والحقول والطرق، وأجبر السلطات على قطع الكهرباء كإجراء احترازي. وقال المركز في بيان إنه تم نقل أكثر من 5000 شخص إلى مراكز الإخلاء وتضرر أكثر من 400 منزل، وتم نشر قوات البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الغذاء والضروريات الأخرى للمتضررين. ختاما سادتي لنشرة الأخبار أعود فأذكر بعناوينها. الرئيس ياسر أفورقي يلتقي رئيس سيراليون. الإريتريون في بلجيكا يحتفلون بعيد الاستقلال. حجاج بيت الله الحرام من إريتريا يتوجهون إلى الأراضي المقدسة. كوريا الجنوبية ستعلق بالكامل الاتفاق العسكري مع الشمال. الخارجية الروسية تفرض عقوبات على شخصيات بريطانية. وإضراب النقابات يشل شبكة الكهرباء ويعطل شركات الطيران في نيجيريا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.